الو، ايوه يا بابا، انا كويسه ما تقلقش عليا. العصابه اللي خاطفيني دول قمه في الذوق والاحترام. ايه بيضربوني؟ ساعات. وفيها ايه يا بابا لما يضربوني؟ بيضربوني عشان مصلحتي. لا لا لا، ما تبلغش البوليس، مش عشاني انا في داهيه، عشان حنتيره ممكن يقبضوا عليه، وهو جميل قوي يا بابا. ايه بابا، انا مضطره اقفل دلوقتي عشان الشباب هيحطوا لي بلاستر على بقي. يلا سلام سلام. شباب، على فكرة أنا إيدي مش مربوطة كويس، تعالوا شدوا الحبل شوية. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة متلازمة ستوكهولم تبقى تمت 50 سنة. طب ايه متلازمة ستوكهولم دي؟ عارف المثل بتاع الإيد اللي ما تعرفش تقطعها بوسها؟ أهو هو ده متلازمة ستوكهولم بس بالبلدي. وستوكهولم دي أصلاً مدينة في السويد. طب ليه متلازمة نفسية شهيرة تبقى على اسم مدينة؟ في 23 أغسطس سنة 73 في عصابة هجموا على بنك في ستوكهولم. كله على الأرض يا جماعة، واللي هيتحرك يبقى آخر يوم في عمره. ده اللي قاله رئيس العصابة لما هجموا على البنك. وطبعا طالما عندنا سرقة بنك يبقى أكيد كان في رهاين. خدوا 4 موظفين من البنك، 3 ستات وراجل واحد، وعملوهم درع بشري. يعني كانوا واقفين ما بين الشرطة والعصابة، كانوا ممكن يموتوا في أي لحظة. طب استمر حجز الرهاين دول كام ساعة؟ مش بالساعات، استمر حجزهم 6 أيام. مفاوضات كتير جدا ما بين العصابة وما بين الشرطة، وطبعا الكلام كان على فلوس، لغاية ما العصابة سمحت لواحدة اسمها كريستين من الرهاين إنها تكلم رئيس الوزراء، وقالت له كلام في منتهى الخطورة. عارفين؟ أنا مش خايفة من العصابة، أنا خايفة من الشرطة. عادي يا باشا، يعني كلمتين بتقولهم علشان خايفة من العصابة والمسدس في دماغها. المشكلة إن الرهاين بعد القبض على العصابة فضلوا متعاطفين معاهم، لدرجة إن هم قدموا في المحكمة شهادة تفيد العصابة. الطب النفسي بقى هنا اتدخل وقال لك بس ادوني فرصتي عشان اقول كلمتي، وفسر اللي حصل ده بان هو سلوك دفاعي ومش مرض نفسي. والسلوك الدفاعي ده بيحس بيه الشخص لما بيتعرض لخطر، وبيحفر من خلاله نفق في اللاوعي عشان يهرب منه. لو سألتك عن الشعور الطبيعي اللي المفروض يكون حاسس بيه الشخص المخطوف ضد اللي خطفه، اكيد هيكون الشعور بالثوره والغضب. انا عايز اخد فرصه عشان ادشمل العصابه اللي خاطفيني دي. طب انا اساسا هعرف ادشملهم؟ لا مش هعرف، دول اقوى مني بكتير قوي. وهنا بقى تحصل الصدمه ما بين اللي انا عايزاه وما بين اللي انا اصلا اقدر اعمله. ماتش ملاكمه بيحصل على غريزه البقاء، لكن للاسف قوه العصابه اقوى مني من قبل حتى ما نخش المعركه. ولما بشوف الوضع بعين العقل كده بعرف حجمي الطبيعي. وهنا بقى تتدخل غريزه البقاء عشان تغير لي مسار مشاعري، وهنا بتعاطف مع اللي خاطفني مش بكرهه، وبكده ببوس الايد اللي كان المفروض اقطعها. وعلى فكرة تقدر تشوف أي فيلم وثائقي بيتكلم عن أسر الحروب، هتلاقي سيناريو واحد بيتكرر كل مرة، بيحكوا عن الطريقة البشعة اللي اتسحبوا بيها لمعسكر الأسر، وعن قد إيه شافوا زمايلهم وهما بيتقتلوا قدامهم، وإن رحلتهم كانت قاسية جدا خلال الفترة اللي فاتت. وفجأة بيحصل تحول كامل في مسار الحكاية، وبيحكي ذكريات كويسة ما بينه وبين الناس اللي كانوا أسرينه، وبيقول والله العظيم أقسم بالله كانوا بيعاملونا كويس، ولا حد كان بيهنا ولا حد كان بيمد إيده علينا، بيبقى ناقص يرجع يحن ايام الاسر تاني. المقهورين عموما هم اكتر عرضه ان هم يقعوا في الفخ النفسي ده. كلنا شفنا زوجه جوزها بيصبحها بعلقه وبيمسيها بعلقه ومع ذلك بتحبه، وكمان بتطلع له مبررات، اصل انا اللي عصبته، اصل انا اللي زعلته. ايه يا شيخه، في حد يحب واحد بيضربه؟ وعلى فكرة احنا ما نقدرش نلومهم ابدا على مشاعرهم دي، لان زي ما قلت لكم في الاول خالص هو مش بايديهم، ده مجرد سلوك دفاعي. يا عصابه انا خلصت البريك بتاعي، تعالوا اربطوني.